أصدرت السلطات الإسرائيلية قرار فعلي ورسمي باحتلال قطاع غزة. والحقيقة لو أنت شايف إن القرار ده سهل وهتعديه كده مرور الكرام وهتقول يا عم ما احنا مالنا، ما احنا قاعدين في مصر وكافيين خيرنا شرنا وملناش دعوة باللي بيحصل في إسرائيل، حابب أقول لك إن الأمر ده في منتهى الخطورة. خطورته إنه صدر بعد التقرير اللي قلته لحضرتك من صحيفة العربي الجديد، واللي مفاده إن مصر بتحذر إسرائيل، أو ممكن تقول إنها هددت إسرائيل إن هيكون في عواقب وخيمة لو إسرائيل أقدمت على اقتحام واحتلال قطاع غزة، وإن ده بيمثل خطر على الأمن القومي المصري، وده بيدي الحق لمصر إن هي تبتدي تراجع اتفاقية كامب ديفيد وبنودها، وتبتدي مصر تخفض العلاقات المصرية الإسرائيلية في إطار اللي بيحصل على الحدود. وبالرغم من كل التحذيرات والتهديدات اللي قامت بيها مصر، إلا أن إسرائيل أخذت قرار نهائي ورسمي باحتلال قطاع غزة. معاكم النهاردة وفي حلقتنا أسرار ومفاجآت وأزمات كتير اللي حصلت خلال ال 24 ساعة الماضية، اللي يمكن في بعض من الإعلام المصري ما تكلمش عنها، خاصة أن إسرائيل ولأول مرة في إعلامها بتوصف مصر بالجبهة الجديدة. فنجان البن التمام، ويلا نعرف الحدوتة سوا. حلقتنا النهاردة ممكن تكون مختلفة بالنسبة لحضرتك، ويمكن هتكون لأول مرة تسمع الأخبار دي فيما يخص احتلال إسرائيل لقطاع غزة. حابب أرجع معاكم 24 ساعة فاتت عشان نبتدي نحكي الحدوتة. اللي حصل يا صديقي باختصار شديد إن كان في اجتماع استشاري ما بين بنيامين نتنياهو ومستشاريه، ولازم أقول لحضرتك إن في الاجتماع كان موجود إيال زمير، اللي وصفته وقالت سكاي نيوز بالعربية صرخة إيال زمير، بمعنى يا صديقي إن الراجل ده قاعد يصرخ ويقول ما ينفعش إن احنا نحتل غزة، وما ينفعش نضحي بجيشنا وندخله قطاع غزة ونحتله. وكنا اتكلمنا في حلقة قبل كده وقلنا إن إيال زمير من أشد المعارضين لاحتلال غزة. طب هتسألني وتقول لي هو إيال زمير بيعارض ليه أو زعلان ليه؟ إيال زمير قال ببساطة إن الجيش منهك جدا، وإن عشان تحتل غزة في الوقت الحالي لازم يتم استدعاء لفرق جديدة من الجيش. وعلى فكرة في خبر طلع النهاردة إنه هيتم استدعاء 6 فرق جديدة من الجيش الإسرائيلي. يعني خلي بالك معايا يا صديقي إن في 5 فرق في غزة وهيستدعوا 6 فرق جداد، وده لأن هم هيبتدوا يشتغلوا في مناطق ما اشتغلوش فيها قبل كده، وهم عندهم يقين إن أبرز عناصر حماس موجودة في المناطق دي. فاحنا هنا بنتكلم على إن الجيش الإسرائيلي هيستدعي فرق احتياطية زيادة. وحذر كمان رئيس الأركان إيال زمير على المستوى السياسي من خطورة تآكل قدرات الجيش الإسرائيلي لو فضل فترة كبيرة في غزة. وفق ما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، طالب رئيس الأركان إيضاح موقف الجيش في غزة، واللي أعرب طبعا في البداية عن رفضه الكامل لاحتلال قطاع غزة. واعتبر إيال زمير وجود الجيش الإسرائيلي داخل غزة يعني استنزاف الجيش وتقديم خدمات لحماس، واللي أكد إن الجيش مستعد لإبرام صفقة للرهائن. وبالرغم من كده نتنياهو أصر على موقفه. وحابب أقول لك نقطة مهمة جدا يا صديقي، إن بنيامين نتنياهو قبل بداية الاجتماع صرح لوكالة إعلام روسية وقال لها إن مفيش حرب ولا احتلال قطاع غزة خالص. وخلي بالك من الكلمة دي يا صديقي لأن هي هتفرق معانا قوي. طبعا حصل تهليل بقى في الإعلام العربي، وقال لك نتنياهو مش راجل حرب ومش هيحارب ومش هيحتل غزة، وقال لك إن نتنياهو رجع في كلامه وشوية الكلام الفارغ اللي بنقعد نسمعه من هنا ومن هنا. ولما ابتدى الاجتماع ابتدوا يناقشوا خطة احتلال غزة، وفضلوا 10 ساعات يناقشوا الموضوع ده. وفي مفاجأة يا صديقي هقولها لك دلوقتي، أنا نفسي ما صدقتهاش، وكانت مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لي. أبرز 2 متطرفين في الحكومة الإسرائيلية سموتريتش وإتمار بن جفير وزير الأمن القومي الداخلي الصهيوني، الاتنين دول صوتوا ضد احتلال قطاع غزة. إيه رأيك في المعلومة دي؟ وعلى فكرة مش أنا اللي بقول المعلومة، ده موقع أكسيوس هو اللي بيقولها. وقال موقع أكسيوس إن بعد انتهاء الاجتماع وجي وقت التصويت على الاحتلال، الاتنين الوزراء دول واللي بيعتبروا أكتر 2 متطرفين في الحكومة الإسرائيلية في الوقت الحالي رفضوا القرار. طيب رفضوا ليه يا صديقي؟ قال لك إن الاحتلال مش هيبقى احتلال سياسي. قال لك لو عايز تحتل يبقى تحتل عسكريا قبل أي حاجة. قال لك تدخل وتستحوذ على أراضي وتقيم عليها مستوطنات وتبتدي التهجير. ده رقم 1. رقم 2، قال لك هتخش يبقى تمنع المساعدات الإنسانية ما تدخلهاش. ودول كانوا أبرز 3 شروط عند سموتريتش وإتمار. ما كانوش عايزين يدعموا عملية الاحتلال، لكن كانوا بيسقفوا في آخر الاجتماع. عايزين إيه؟ بيعملوا كده هو ليه؟ أنا مش قادر أفهم. يمكن يكون كارت ديمقراطية وهمي بيبينوه قدام العالم. خلص الاجتماع وتم التصويت بالأغلبية، والحكومة تقريبا كلها موافقة على الاحتلال. بس الغريبة يا صديقي إن البيان اللي طلع قالك سيطرة إسرائيل على قطاع غزة مش احتلال. طب ليه المسمى ده؟ ليه كلمة سيطرة؟